اول حاجه هبدا اجهز العيش اللي انا هستخدمه، واستخدمت هنا عيش فينو، وهبدا بقى ان انا افتحه بالسكينه كده وافتحه كويس واشيل الحشوه اللي جواه خالص، بحيث ان انا افضي مساحه لاستقبال الحشوه اللي انا هحشي بيها وما تقعش الحشوه من جوه. وهبدا ان انا اعمل كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه، هفتحه بالسكينه واطلع كل الحشوه اللي جوه واخليه فاضي كده وواسع من جوه، عشان ان احنا نقدر نحشيه بكل سهوله وما يوقعش مننا. هنا بقى استخدمت حوالي 8 ارغفه كده عيش فينو، وجبت كمان الجبنه الرومي، ويا ريت الجبنه الرومي تكون يعني متقطعه رقيقه كده، ولو مش متقطعه رقيقه تبداوا ان انتوا تقطعوها قطع صغيره بحيث ان هي تسيح معاكم بكل سهوله وما تاخدش وقت يعني. بعد كده بقى جهزت فلفل اخضر وقطعته مكعبات صغيره خالص، وطماطم وقطعتها مكعبات صغيره، والطماطم تكون اكتر يكون احسن يعني. وهبدا بقى على نار عاليه كده احط صينيه وفيها معلقتين او 3 سمنه. بعد كده هستخدم اول حاجه انزل عليهم الفلفل، لان الفلفل بياخد وقت شويه عن الطماطم، فابدا ان انا انزله واديله بس تقليبتين كده لحد ما يقلب معاكم كده، وبعدين ننزل عليه على طول الطماطم واقلبهم مع بعض برضو كويس قوي. وبعدين بقى هبدا ان انا اتبلهم، استخدمت بس ربع معلقه ملح علشان الجبنه الرومي بتبقى مالحه شويه برضو، ما تزيدش معاكم الملح قوي. استخدمت معلقه صويا صوص ومعلقه دبس رمان، بس مش اكتر من كده من التوابل. وبعدين اقلبهم كويس قوي واسيب الطماطم بقى تنزل ميتها وتتسبك كويس لحد ما الطماطم والفلفل يطروا خالص، كأننا بنسبكهم عادي. الطماطم هنا نزلت ميتها، ولو الطماطم معاكم ما نزلتش ميتهم تقدروا تزودوا لهم ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده. وبعد بقى ما اتسبكت كويس سبتها على جنب تبرد خالص علشان ما تخليش العيش مفتفت معاكم. وبعد كده بقى جبت العيش وحطيت قطع جبنه كده زي ما انتوا حابين تحطوا الجبنه، وبعدين سبت التسبيكه كده خلاص بردت خالص. استخدم منها معلقه بس على كل سندوتش كده وافردها كويس قوي، وهعمل كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. وبعد بقى ما نخلص كل الكميه نكون مجهزين طاسه تيفال عشان يعني الاكل ما يلزقش فيها. ولو هتستخدموا طاسه عاديه زي دي يبقى لازم تحطوا معلقه سمنه او معلقه زيت علشان العيش ما يلزقش في الصينيه. بعد كده بقى كده انا رصيت الاربع ارغفه على نار متوسطه او هاديه خالص، واتكيت عليهم هنا كويس علشان الحراره توصل للجبنه من جوه وتسيح معانا يعني كويس. بعد ما تاخد لون كده من تحت اقلبها على الجنب التاني، وطبعا نتاكد ان الجبنه ساحت من جوه. اول ما نتاكد ان هي ساحت على نار هاديه خالص علشان ما يتحرقش معاكم، سيبوه بس ياخد يعني لون كده وتحميصه من فوق ومن تحت لحد ما تاكدوا ان الجبنه ساحت. شايفين الجبنه وكانت بتمط وكانت بجد كانت تحفه وطعمها حلو قوي. جربوها بنفس الطريقه تعجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك.